5 اسرار في السواقه محدش هيقولها لك هتخليك تسوق زي المحترفين بالظبط ويبقى عندك ثقه كبيره في نفسك. رقم 1، النقطه العاميه مش بس بتكون في العربيات اللي وراك، لا ده ممكن كمان العربيه اللي جنبك تكون نقطه عاميه بالنسبه لك. طيب عشان اقدر اشوفها بشكل كويس محتاج ان لو العربيه جايه من ناحيه اليمين تلف رقبتك وتبص على الازاز بتاع الباب اللي ورا، ولو العربيه جايه ناحيه الشمال بتقرب الدركسيون اكنك بتحضنه وتبص في المرايه. في اللحظه دي بتكشف لك زاويه رؤيه ابعد وبتقدر تشوف كمان العربيات اللي جنبك بشكل اوضح. رقم 2، اتعلم ازاي تفرمل العربيه من غير ما تستخدم الفرامل اصلا. ايه ده، هو ينفع اوقف العربيه من غير ما استخدم الفرامل؟ ينفع، عن طريق ان انت بتتوقع اللي هيحصل من قبل ما يحصل اصلا. يعني انا مثلا شايف ان الاشاره اللي قدام حمراء، فما استناش لغايه ما اجي عندها وابدا ان انا ادوس على الفرامل، ما انا ممكن من بدري اشيل رجلي من على البنزين، فهتفضل العربيه تهدي تدريجيا لغايه ما تيجي عند الاشاره وتبدا ان هي تقف من غير اصلا ما استخدم الفرامل بتاعت العربيه. رقم 3، ناس كتير بتفكر ان الحاره الشمال هي الاسرع. السر الحقيقي ان انت تستخدم الحاره المناسبه مش الحاره الاسرع. يعني ممكن لو الطريق زحمه تبقى الحاره اليمين